السلام عليكم، رجعت لكم فيديو جديد. هنعمل مع بعض ريفيو عن شوايه البوتاجاز. هنقول لكم تجربتي كامله عن الشوايه وهقول كل تفاصيلها سواء من عيوبها او مميزاتها وكمان الماتريال بتاعتها المصنوعه منها. عملنا مع بعض وجربناها كده بفراخ مشويه بتتبيله مميزه جدا، عملناها كتير مع بعض. طبعا كلنا عارفين انواع الشوايات في السوق كترت جدا وانواعها بقت مختلفه، في منها الشوايات الكهربائيه وفي منها اللي بالفحم وفي منها البوتاجاز زي ان انا جربتها. بصراحه دي انا جربتها وحبيت ان انا اقول لكم التجربه بتاعتي كامله بعد ما عرفت النتيجه ايه، وكمان ان شاء الله اقول لكم رايي في الاخر انا الشخصي عجبتني ولا لا. زي ما انتم شايفين كمان عملنا معاها شويه ملوخيه حلوه جدا جدا. باذن الله الفيديو عجبكم النهارده. نقول بسم الله ونبدا مع بعض. انا عندي كده وراك جبتها وتبلتها بالتتبيله اللي كلنا عارفينها، عملناها كتير مع بعض اللي هي بالخضار طبعا والزيوت والتوابل. قلناها كذا فيديو قبل كده مع بعض، ما حبيتش اطول عليكم الفيديو واخصصه للريفيو بس. طبعا هفتحها كده زي المعتاد في الشوي عشان يدخل لها كده تتبيله من كل اتجاه، وكمان السوا بتاعها يكون كويس ومميز. دي بقى هي الشوايه بتاعتنا النهارده. هقول لكم كمان ازاي تستخدميها استخدام الصح، لانها للاسف ما بتدخلش الفرن خالص، استخدامها بس على عيون البوتاجاز من فوق. زي ما انتم شايفين الجزء الخارجي بتاعها، الجزء اللي عباره عن الغطا مصنوع من الستانلس بالشكل دوت. وعلى فكره هي بتتشال وبتتحط، الكفر الغطا بتاعها بيتشال وبيتحط بحيث لو حابه تستخدميها بس بالجزء الداخلي. جواها زي ما انتم شايفين شبكه صغيره مربعه كده بحجم الشوايه، والجزء الداخلي متغطى كده بطبقه من التيفال علشان ما يلزقش فيها اي اكل وانت بتشويها او اي دهون تنزل من الفراخ عندك وهي نازله على الجزء الداخلي بتاعها. دلوقتي هخلعها معاكم. بصوا اتشالت بمنتهى السهوله، بسيطه جدا في التركيب والخلع بتاعها. ليها يد كمان زي ما انتم شايفين فيها جزء معدن والجزء التاني بلاستيك، علشان كده ما ينفعش تدخل الفرن خالص. وكمان الجزء الازاز اللي في الكفر او في الغطا بتاعها اللي فوق ده بتشوفي منه الفراخ وهي مقفوله، علشان كده برضو ما ينفعش الغطا بتاعها يدخل الفرن خالص علشان الازاز ده ممكن يطق معاكي. الجزء البلاستيكي اللي فوق في الغطا دوت بتمسكي منه كده عشان تفتحي وتقفلي منه. دلوقتي هبدا استخدمها معاكم. شغلت الكتل على ميه، واول ما غليت معايا حطيتها كده ومليتها لحد الحد الموجود. هتلاقوا حز موجود كده في الشوايه عندكم، ما تمنوش عنه علشان ما يخرجش بره الشوايه. وطبعا هحط بقى التوابل بتاعتنا او الروائح الحلوه بتاعه الشوربه، ورق لورا وحبهان وعيدان كده من القرفه، وكمان عندي كزبره حصى وفلفل اسود حصى بالشكل ده كده، وحطيت كمان حبهان باودر لان ما كانش عندي حصى ساعتها. وهسيبهم بقى مع بعض كده، وبعد كده اقوم حاطه على طول الشبكه بتاعتي بالشكل ده كده، وهوزع عليها الفراخ عادي خالص بمنتهى البساطه. استخدامها سهل جدا جدا جدا، ودي اول حاجه عجبتني فيها. وطبعا الخامه بتاعتها والماتريال بتاعها حلوه قوي برضو. دي تاني حاجه عجبتني في الشوايه. حلوه قوي طبقه تيفال دي، فعلا بتخليها في الغسيل سهله جدا وما يحصلش التصاق في اي حاجه فيها خالص من الاكل. بعد ما حطيتها معاكم غطيتها، ركبت الجزء اللي فوق وغطيته بالشكل ده. هرجع افتحها تاني، هرش رشه كده من الزيت، او لو عايز تستبدليها كده بتحطي عليها زبده كده بالفرشه مفيش مشكله عشان تديها لون حلو. بعد كده بقى هحطها على البوتاجاز زي ما انتم شفتوها. خدت سوا معايا حوالي تقريبا 45 دقيقة بس، كانت تمام ووصلت لكل حاجة وخدت اللون ده لوحدها. على فكرة ما نزلتهاش تحت خالص في الفرن. بصوا شكلها عامل ازاي، مميزة وحلوة جدا جدا. هطشي معاكم بقى طشة الملوخية التحفة اللي كنا متعودين عليها مع بعض. رأيي في الشواية ان هي مميزة قوي وبسيطة جدا جدا، يمكن من اسرع زي ما انا كاتبة كده في الغلاف بره، من اسرع الشوايات استخدام وتسوية ووقت وكل حاجة، ومن اسهلهم كمان. غسيلها سهل جدا، تركيبها سهل جدا، تنفع لاصناف كتير. ممكن تحطي كده فوق تعملي فيها فراخ تكة، تحطي الرز تحت وتحطي فوقيها كده الفراخ بالطريقة دي برضو يبقى تحفة جدا. تعمليها على البوتاجاز، ممكن تعملي صينية بطاطس عادي جدا في طبقة تيفال اللي تحت وتحطي عليها الفراخ على الشبكة فوق، برضو تبقى مميزة وحلوة جدا. استخداماتها كتير وشويها ونتيجة التسوية بتاعتها ممتازة جدا جدا. انصحكم تجربوها وتشتروها. وعلى فكرة حاجة كمان حلوة فيها جدا ان هي تقريبا ارخص شواية ممكن تشتريها، سعرها بسيط جدا جدا، تقريبا 100 وحاجة و30 100 في الرينج ده، يعني يعتبر يعني سعر لا يذكر بالنسبة للشوايات. ده كان ريفيو النهاردة تجربتي مع الشواية. اتمنى كمان ان هي تعجبكم.
وعلى فكرة الفراخ تقريبا من اكتر الطرق اللي عجبتني في التسوية، والوقت اسعفتني جدا، ما خدتش وقت خالص. عملت جنبها زي ما انتم شايفين كده لوبيا وملوخية بطشتها التحفة المتعودين عليها، وعملت كمان معاها فراخ مشوية ورز بالشكل ده، وزينتهم بالطريقة دي. دايما زي ما انتوا عايزين تزينوا الاطباق مفيش مشكلة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما اكونش طولت عليكم. لو عجبكم الفيديو والشوايه اعملوا لايك وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد من قناة اكلات فريدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.